ذلك الطرح بمحاولة التأثير على بقية أعضاء اللجنة الذين حضروا اليوم لكي يستميلوهم للخروج بنتيجة إجماع على ضرورة الإبقاء على بيتكوفيتش، وتكون الاتحادية في النهاية أخذت برأي اللجنة قالت بأنه يجب الإبقاء على بيتكوفيتش مع توصية بتغيير الطاقم المساعد لبيتكوفيتش، والكل ذهب في هذا الطرح، كل في اللجنة وفي البلاطوهات التحليل. أنا أتوقف عند نقطة أخرى لأننا ما زلنا نصر على الأخطاء يا عماد. من قال لك بأن في بنود العقد تستطيع أنت كاتحادية أن تزيح الطاقم الذي اختاره بيتكوفيتش وتأتيه بطاقم جزائري؟ هل سوف يقبل بيتكوفيتش بهذا الطرح؟ هل هناك بند في العقد يقول لي الاختيار في تغيير الطاقم المساعد لك متى شئت أنا كاتحادية؟ ليس هناك هذا البند، وهذا الطرح سوف يصطدم ببيتكوفيتش. أنا لا أظن بأن في عالم كرة القدم تستطيع أن تجلب مدرب بمفرده وتقول له عدا أنت الطاقم أنا الذي أتكفل به. ليس هناك مدرب. على العقد الجديد، على العقد الجديد والعقد القديم وعقد الفراعنة وعقد ما قبل التاريخ. لا تستطيع أن تجلب ناخب وطني بمفرده وتفرض عليه الطاقم المساعد. هو يعمل في فريق، حتى الطاقم الفني هو تيم. نعطي لك ربما حاجه يقدر يستند عليها الاتحاد الجزائري. تفضل. في تنحيه هذا الطاقم المساعد. اجتهد يا عماد، اجتهد مكان يعطيك الاتحاديه. الصحه، سوف اجتهد. تفضل. سوف اجتهد، بارك الله فيك، خيرت الكلمه. ما قام به دافيد موراندي هو خرق احد بنود العقد تاع التصريحات، الادلاء بتصريحات لقنوات اجنبيه وما الى ذلك، بالاضافه الى ما حدث بعد نهايه مواجهه الاردن وين توجه للجماهير وقام بادلاء بتصريحات كارثيه في حق الجماهير. ربما هذه الامور تساعد الاتحاديه اليوم باش تتخذ مثل هذا القرار ويكون الحق في صالحها. صحيح جدا. تزيح ذلك الناخب وفق ما هو موجود في العقد، ويعود الاختيار للناخب ليعوض ذلك صح. العضو، ولا تستطيع ان تزيح بقيه الاعضاء. لكن احنا ما اطلعناش على العقد فاري. انا نعطي لك واش كاين في العقد. ليس هناك بند يلزم بيتكوفيتش بقبول تغيير الطاقم المساعد له وفرض عليه طاقم اخر محلي برضاه. ليس هناك ولا بند.